المقصود من هذا أن التفاسير كثرت جدا في مدارس مختلفة، فما الذي يجب على طالب العلم بالتفسير؟ هل يأخذ كل هذه التفاسير؟ بعضها مختصر وبعضها مطول، بعضها تفاسير موسوعية مثل تفسير الفخر الرازي يذكر فيه كل شيء، ومثل تفسير الألوسي روح المعاني، تفاسير كثيرة مختلفة، فأيها يعتني به طالب العلم؟ لا شك أن العلم بالتفسير أمر مهم، والتفاسير ما بين مختصرة ومطولة، فالذي ينبغي على طالب العلم بالتفسير أن يعتني أولا بمعاني المفردات، أن يعلم المعنى بالمفردات، يعني في آية لا يعلم معنى كلمة منها يذهب يبحث عن معنى هذه الكلمة. في التفاسير المختصرة، ومن التفاسير المختصرة التي تعتني ببيان بعض الكلمات تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي، على بدع في تفسيرهما، لكن العلماء في هذه البلاد قد أقرأوا هذا التفسير للطلاب في مرحلة المعاهد كما هو معلوم، وذلك لأن البدع التي فيه معلومة وهي قليلة بالنسبة للانتفاع الكثير الذي فيه. وإذا رام التفصيل أكثر له أن يستزيد، يذهب إلى تفسير ابن كثير، إلى تفسير ابن جرير، إلى تفاسير أهل اللغة، وهكذا. ثم يعتني بعد معرفته بالمفردات بقراءة كتب التفسير المختصرة كما ذكرت لك من تفسير الجلالين مثلا، أو إذا كان عنده صبر في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، أو إذا رام المزيد في تفسير ابن جرير، وهكذا. فإذا العلم بالتفسير لا بد أن يكون على وفق التدرج، لأنك إذا قرأت كتبا مطولة في التفسير ربما استحضرت بعض المعاني ولم تستحضر البعض. ومن المعلوم أن العناية بعلم التفسير في هذا الوقت بل وفي طلاب العلم عندنا قليلة، ولهذا مما ينبغي أن يحفظ هذا العلم وأن يعتنى به، لأن فهم معاني كلام الله جل وعلا أعز ما يكون. وإن في فهم القرآن وفي فهم تفسير القرآن إن فيه من العلم ما لا يوصف ولا يحصر، يعرفه من أقبل عليه. إذن يكون طالب العلم في قراءاته في التفسير يبدأ بالمختصر ثم يتدرج،